السلام عليكم وأهلا بيكم في تاريخ على الناصية. هنا مش بس بنحكي تاريخ، إحنا بنرجع بالزمن ونعيش اللحظة من أول حجر في معبد لآخر شارع له حكاية. عشان رحلتنا في التاريخ لسه بتبتدي، تعالى بقى نحكي حكاية من الزمن الثقيل. دي مش مجرد مدينة، دي أول نفس للحضارة الإسلامية في مصر، مدينة الفسطاط، أول عاصمة إسلامية لمصر، البداية من المعركة بعد ما انتصر عمرو بن العاص على الروم في معركة عين شمس سنة 441 ميلادياً. بعت للخليفة عمر بن الخطاب يستأذنه يبني مدينة تكون مقر للحكم الإسلامي في مصر. فقال له عمر: ابني مدينة تكون في موقع يسهل الدفاع عنه وتطل على النيل وقريبة من الصعيد والشام. عمرو اختار مكان استراتيجي جداً بين قلعة بابليون الرومانية والنيل، وبنى هناك الفسطاط. ليه سموها الفسطاط؟ الاسم جه من فسطاط، يعني الخيمة باللسان العربي القديم، وبيتقال إن خيمة عمرو بن العاص كانت في المكان ده، ولما جم يشيلوها لقوا جواها يمامة عاملة عش. فقال عمرو: دعوة الطائر وعشه وابنوا المدينة هنا. وبقية الفسطاط أول جامع في أفريقيا في قلب المدينة اتبنى جامع عمرو بن العاص سنة 642 ميلادياً. وده مش بس أقدم جامع في مصر، ده أقدم جامع في قارة أفريقيا كلها. مدينة متكاملة. الفسطاط ما كانتش مجرد معسكر، دي كانت مدينة كاملة فيها أسواق ضخمة، مصانع نسيج وفخار، بيوت حجرية بدورين، حمامات عامة، وكان فيها أنظمة متقدمة للري والصرف والإنارة. الكلام ده من أكتر من 1200 سنة. حرق المدينة. الفسطاط فضلت عاصمة لمصر لحد ما جه الفاطميين وبنوا القاهرة سنة 99 ميلادية. لكن الكارثة كانت سنة 1168 ميلادية، لما الوزير شاور أمر بحرق الفسطاط بالكامل علشان ما تقعش في إيد الصليبيين، والنيران فضلت مشتعلة فيها 54 يوماً. آثارها فين دلوقتي؟ الفسطاط موجودة في مصر القديمة، وقريب منها جامع عمرو بن العاص، متحف الحضارة، كنيسة المعلقة، بقايا سور المدينة القديم، وكل شبر هناك بيحكي قصة من التاريخ. ده كان جزء من الحكاية، ولسه عندنا اللي يشيب من العجب. استنونا في الحلقات الجاية على تاريخ على الناصية.